اخطائنا ودخلناهم في الجيم. But not only one mistake, we even managed to make 2 mistakes, so we were 2-0 down. ومش بس خطأ واحد، ده احنا عملنا خطأين فأصبحت النتيجة 2-0. After the first goal, we actually showed a good reaction. We scored a goal. I just saw it 10 times now. For me, it's no offside. Okay, what can I say? The VAR decided for something different. بعد ما استقبلنا الهدف الأولاني كان لينا رد فعل كويس وأحرزنا هدف. أنا رجعت اللعبة حوالي 10 مرات في الفيديو بشوفها. اللعبة ما فيهاش أي تسلل، لكن في الآخر هقدر أقول إيه ده قرار الفار. And of course, after the 2-0, we cannot be satisfied with the last 15 minutes where we lost totally control. But it's crazy sitting here losing a football games like this 3-0. طبعا آخر ربع ساعة يعني بعد ما استقبلنا الهدفين فقدنا السيطرة للأسف، ويعني شيء صعب جدا وشيء غريب جدا إن احنا نخسر بالنتيجة دي وإن أنا أكون موجود هنا بعد خسارتنا بهذه النتيجة. They had a striker who needs 2 chances to score 2 goals. عندهم مهاجم احتاج فرصتين عشان يسجل هدفين. And again, our problem is creating chances but not scoring goals. وتاني وكرر زي ما قلت قبل كده كتير، مشكلتنا ان احنا بنصنع فرص لكن ما بنسجلش. Okay. تامر يوسف الفيزيو على الامر الرياضي. بالنسبه للكوتش الجماهير دايما بعد كل مباراه بتطالب الكوتش بالرحيل. الم يعني الاوان ان الكوتش يعتذر لجماهير النادي الاهلي ويقدم استقالته؟ I will apologize to the fans, of course. I know what they are here for, what their aim is. انا اكيد بعتذر بشده للجماهير، انا عارف ان هم كانوا موجودين النهارده وجايين هدفهم ايه. I've said it before. قلت قبل كده. Suffer with the fans whenever the club is not winning. I know they're patient for this club. انا يعني عارف قد ايه الجماهير بتعاني لما بتحس بمعاناه لما الفريق ما بيكسبش، وقد ايه بيصبروا على الفريق وبيساندوه على طول. But I will never give up on anything. There's somebody else who decides my future. As long as I'm here, لكن انا مش هستسلم ولا يعني هاخد قرار فيه ان انا استسلم. لا، لو اتخذ القرار ده مش هيبقى مني انا. خروج من افريقيا، خساره كاس، خروج من كاس مصر، عدم المنافسه على الرابطه، خساره دوري، عدم التاهل حتى القدره على التاهل لافريقيا، ممكن كمان ما نتاهلش الكونفدراليه اللي تحتك سيراميكا ب 43 نقطه. ايه اللي اضافه مستر يستر للنادي الاهلي منذ قدومه غير بطوله السوبر المصري؟ Yes. What is the question? ما الذي اضافه مستر يستر للنادي الاهلي منذ قدومه للنادي بعد فوزه ببطوله السوبر المصري؟ I think we have to go into those details in terms of developing a club or individual players. It's probably not the time now after a defeat for 3-0. يعني بعد هزيمه زي دي 3-0 ما اعتقدش ان ده الوقت المناسب ان احنا نتكلم على يعني عملنا ايه عشان التطوير بتاع النادي ولا عشان نطور من اداء اللعيبه. I understand your anger in terms of not winning the Champions League and not winning the league. انا متفهم طبعا يعني الغضب من ان احنا ما كسبناش بطوله افريقيا ولا الدوري. I came here with the purpose that was, of course, of short term, if you also long term, to develop this club and develop individual players. أنا جيت هنا عشان كان عندي هدف على المدى القصير إن أنا يعني والمدى الطويل طبعا إن أنا أطور من أداء اللعيبة وأطور من أداء النادي كله. I spoke with the club and the responsible about a long-term plan
انا اتكلمت مع النادي وانا مسؤول